بيبدأ الأنمي بتاعنا ببطلنا هشيبة اللي بيكون قاعد في غرفته وبيتفرج على البنات المثيرة في اللايفات، وبيبقى مش مصدق اللي شايفه بعينيه واللي قدامه نفسه يبقى بين ايديه. وبيجي تاني يوم وبنشوف بنت جميلة جدا من البنات اللي في المدرسة وبيبقى اسمها كاشي، وبيوصل بطلنا هشيبة للمدرسة وبيشوف أصحابه اللي بيكونوا نفس الطباع هشيبة وبيعملوا نفس اللي بيعملوا بالظبط، واتفرجوا على نفس بس البنت تانية. طبعا مش محتاج أقولك إن هم واقعين في حبها ومش قادرين. ولما هشيبة بيشوف البنت بيقول مش هي دي اللي أنا كنت بتفرج عليها امبارح. وأثناء ما بيكونوا بيتكلموا بتبقى كاشي قاعدة وبتبص لهم بصة غريبة جدا. بعد كده بيروح هشيبة يقعد مع البنت اللي بيحبها وصديقتها اللي بيكونوا أجمل بنتين في المدرسة، والبنت اللي بيحبها بتأكله كمان في بقه. بعدها البنت دي اللي بالمناسبة اسمها يوما بتعمل حركة غير متوقعة وبتاخد الفراولة وبتحطها في بقها وبتقول له أنا هأكلك كمان. ساعتها بيتصدم هشيبة وبيبقى مش مصدق إنه فعلا قدامه وبيحصل الكلام ده، وبيقرب هشيبة وبيمد بوزه عشان يمسك بقى. لكن ده يا صديقي بيكون كله حلم ومش حقيقة. ولما بتسأله يوما مالك يا هشيبة بيقول لا 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 مفيش حاجة احنا زي الفل. وبيبص هشيبة لصاحبة يوما اللي بيكون اسمها رينكو وبتكون بنت شريرة وعايزة توقع بينهم بأي طريقة. بس اللي ما كانش متوقع ان كاشي بتوصل وبتنادي على بطلنا هشيبة وبتقول له عايزة اتكلم معاك. طبعا هشيبة مش مصدق انه أجمل 3 بنات في المدرسة قاعدين معاه وفي واحدة كمان عايزة تكلمه. لكن رينكو مش بيعجبها الكلام ده وبتقول لها انت ايه اللي جابك يا بنت انت هنا. لكن بتتصرف كاشي بكل أدب واحترام وبتقول لها انا آسفة وبتمشي. بس هشيبة مش عايزها تمشي بس بتضايقهم وبتطلع بنت ذكية وبتقول لها هشيبة أشوفك بعدين. طبعا هشيبة بيعمل لها باي باي وهو نفسه يروح معاها، ولكن رينكو بتبقى ورا مولعة نار وعايزة تعرف ايه اللي بينهم وبتسأله وبتقول له هو في ايه بينك وبينها. فبيلتفت على طول وبيقول لها مفيش اي حاجة احنا مجرد زمايل. بس على مين ده رينكو يا متين، وبتبقى قاعدة ومش مطمنه له وبتقول انا حاسة اللي في بينهم حاجة. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بتودعه يوما وبتقول له ان هي هتخرج مع اصحابها وبتسيبه وبتمشي. لكن فجأة بتظهر من ورا بطلنا كاشي وبتقول له عامل ايه، لكن هو بيتنطر من مكانه وبيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل. وبتطلع عشان مصلحتها وبتقول لبطلنا انا المعلم طلب مني حاجات اجيبها كتير بس عايزاك تيجي معايا وتساعدني. ساعتها بطلنا بيوافق وعايز يروح معاها اكيد يعني. بعدها بيروحوا هما الاتنين لمطعم ويقعدوا مع بعض وبيتفاجئ هشيبة ان هي ما خدتوش عشان يشتروا الحاجات، وفجأة بتصرف تصرفات غريبة وبتقرب منه اكتر واكتر. وكاشي مش بيهمها اي حد في المكان وبتعمل اللي على مزاجها وبتقرب منه وبيحس هو انه مش في حالته الطبيعية. وطبعا يا صديقي انت افتكرت ان كل ده حقيقة، بس لا والله كل ده كان حلم برضه. بنرجع للواقع وبيبقوا هما الاتنين قاعدين عادي مفيش اي شيء، وبتسأله سؤال بخصوص يوما وبتقول له هو انتوا بتتواعدوا مع بعض ولا بينكم صحاب عادي يعني. فبيقول لها هشيبة انهم فعلا بيتواعدوا مع بعض. وبيجي تاني يوم وبيوصل هشيبة للفصل، واول ما بيدخل بيبص طبعا على يوما، لكن بتدخل على طول كاشي وبتقرب منه عشان تضايقها. بس اللي بيبقى هشيبة مش عامل حسابه ان صديقه المقرب ماسك التليفون وبيصور اللي بيحصل. وبعد كده صاحب بطلنا بيجمع باقي اصحابه وبيقفوا هما الاتنين وبيعرفهم على الصدمة الكبيرة، وان البنت اللي بتطلع في البث عشان تعرض نفسها على الناس هي نفسها تبقى كاشي اللي معاهم في المدرسة. لكن هما التلاتة مش بيبقوا عاملين حسابهم ان رانكو واقفة وراهم وسمعت كل شيء. بعدها بيطلع هشيبة وكاشي للسطح وبيقفوا هما الاتنين، وهنا بتكون المفاجأة الصادمة لهشيبة وهي اعتراف كاشي ليه بحبها. يبقى هشيبة مش مصدق نفسه زي بنت جميلة زي دي تبصله، وبتطلب منه يقطع علاقته بيوما خالص. بس اللي ما كانتش عاملة حسابه كاشي ان هشيبة بيرفضها وبيقول لها انا بحب
يوما. بس ساعتها بتقلب عليه كاشي وبتطلع بقى الفيديو اللي ما بينهم وهم قاعدين مع بعض، وبتهدده ان هي هتسلمه ليوما وتخليهم بقى ينفصلوا. بيقول لها شيبا ارجوكي ما تعمليش كده. فبتقول له كاشي طب خلينا بقى نخرج بالذوق كده مع بعض. لكن فجأة بتظهر رينكو واصحابه التلاتة وبيكونوا واقفين فوق المبنى، وبتقول لها رينكو ان هي سمعت كل حاجة، وبتقرب منها وبتعرفها ان هي عرفت انها البنت اللي في البث. فبتتصدم ساعتها كاشي وبتبقى مش عارفة تعمل ايه، فبتروح تدي هشيبة الدليل وبتسيبهم وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبيفوق هشيبة من النوم، بيلاقي قدامه حاجة ما كانتش متوقعة بالمرة، وهي يامي في وضع غير طبيعي وزائد 18. ساعتها بيقرر ينفذ اللي كان عمره ما هيقدر يعمله، وبيمسك المدافع بتاعتها. لكن في اللحظة دي بتظهر بنت تانية وبتكون مش هي يامي، وبتبقى البنت دي اسمها نيني، وبتطلع التليفون من حتة غريبة جدا وبيسألها وبيقول لها انت حاطة التليفون في الحتة دي ليه؟ فبتقول له انت مركز معايا قوي كده ليه؟ بيغير الموضوع وبيروحوا بعد كده للمدرسة، وبيبقى ماشي وفجأة بينادي عليه حد، فبيتفاجئ وبيبص وراه بيلاقيهم أصحابه. وفي واحد من أصحابه أول ما بيشوف البنت اللي ماشية معاه بيتجنن، وبيبدأوا أصحابه يقربوا منه أكتر. وطبعا انتوا عارفين هم عايزين إيه، وعايزين يتعرفوا على البنت وياخدوا رقمها. لكن بيزعلهم هشيبة وبيقول لهم احترموا نفسكم، وانتوا فاكريني إيه؟ دي زي أختي. ساعتها أخته بتقرب منه بطريقة غريبة، فهم بيتصدموا أول ما بيشوفوا كده. بعدها بيرجع هشيبة للفصل بتاعه وبتقرب منه يامي، وبتبقى عايزة تعرف ماله وإيه اللي حصل له وشكله ليه مبهدل كده، وبتحاول إن هي تخرجه من اللي هو فيه. بعدها بيروحوا يقعدوا مع بعض وبيتغدوا كلهم. لكن فجأة بتيجي نيني وبتتصرف تصرفات غريبة جدا بتخلي يامي مش طايقة نفسها. بس ساعتها يامي بتتغير 180 درجة لما بتفتكر إن نيني قبل كده شافتها، وبتقول لها مش انتي أخت هشيبة؟ تنيني بتتضايق وبتقول لها مين قالك كده؟ أنا مش أخته. وتقول لها طب وطي كده، واول ما بتوطي بتقرب نيني منها وبتعمل حركه بتخلي هشيبه بيتجنن. بس فجأة نيني بتتضايق وبتسيبهم وبتمشي. بعدها بيجي الليل وبيروح هشيبة وبينام كالعادة عادي جدا ومفيش أي حاجة. لكن فجأة بيلاقي نيني طالعاله من تحت الغطا وهي عارية تماما. ساعتها هشيبة بيبقى مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي، لكن هي بتعرفه يتصرف ازاي. بس ساعتها هشيبة بيقوم من مكانه وبيغطيها بالغطا وبيقول لها ان اللي بيعملوه ده ما ينفعش، بيعرفها انه بيحب يامي ومش هيقدر يخونها. ساعتها نيني بتبكي وبتبقى مش عارفة تتصرف ازاي، وبتلبس هدومها وبتسيبه وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبيروح هشيبة للمدرسة، لكن أصحابه بيتجمعوا حواليه، وبيبقى واحد منهم عنده فكرة شريرة وقذرة. وأول ما بيقرب من هشيبة بيقول له إن هم عايزين يتجمعوا كلهم مع يوما وأصحابها في بيتها. وطبعا انتوا عارفين هو عايز يتجمعوا ليه. بعدها بيروح هشيبة يقعد مع يامي عشان يتكلموا مع بعض، وطبعا بيفكر في ازاي يقول لها انهم عايزين يتجمعوا كلهم في بيتها. فبيقول لها هشيبة ان هو عايز يزورها في بيتها، لكن بيلاقي رد فعلها غريب وبتتوتر وبتمسك هدومها فبيقول لها هشيبة ان هو كان عايز يجيب صاحبتها رينكو ويجيب صاحبته نيني وشوية اصحاب كده يعني، ويقعدوا كلهم مع بعض. فبتتضايق يامي وبتقول له هي مش طايقة نفسها. ماشي مفيش مشكلة. لكن بيبقى هشيبة مستغرب هي ليه زعلت قوي كده. وبعدها بيروح معاها هشيبة للبيت، وبتبدأ بقى يامي ان هي تغير هدومها قدامه وتقرب منه اكتر واكتر. لكن كل ده بيبقى حلم برضه، واصلا وهو واقف بره المدرسة وماسك الشنطة وبيتصرف تصرفات غريبة، وبتشوفه كاشي وهي ماشية وبتستغرب هو ليه بيعمل كده. فبتسأله كاشي انت بتعمل ليه كده؟ فبيتفاجئ وبيقول لا 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 لا. فبتقول له انت مستني حد؟ فبيقول لها ايوه انا مستني يامي لما تطلع. فجأة بتقرب منه أكتر وأكتر، فبيستغرب وبيقول لها أنت عايزة إيه بالظبط؟ فبتقول له أنا عايزة أجي معاكم، بس أنا هروح البيت الأول وأنت ابعت لي العنوان وأنا هبقى أجي. بعدها بتيجي يامي وبيقول لها
أنا خليت كاشي تاخد العنوان عشان هتيجي هي كمان. فجأة بيلاقي رد فعلها عادي جدا وبتقول له خليها تيجي. وبعدها بيلاقي صاحبه بعت له رسالة على التليفون وبيتصدم أول ما بيشوف الرسالة دي. بعدها بيروحوا هما الاتنين للبيت وبيتفاجئ هشيبة من جمال غرفة يامي. بعدين بيقعد معاها وبيبدأ بقى يبص عليها من تحت لفوق، بيركز أكتر حاجة على المدافع. فجأة بتفاجئه يامي وبتقول له أنت كنت بتبص على إيه يا خلبوس؟ فبيتوتر وبيقول لا 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 أنا بتاع الكلام ده برضه. وبيتخيل بعدها إن هما كانوا المفروض يبقوا النهاردة لوحديهم ومحدش يجي معاهم. وأول ما هشيبة بيحاول يقرب من يامي فجأة بيدخل عليه رينكو وباقي الأصدقاء وبيقولوا له أنت بتعمل إيه؟ فبتقوم يامي وبتقول لها أنت دخلت إزاي؟ فبتعرفها إن معاها نسخة من المفتاح وبتسأل يامي أنتوا كنتوا بتعملوا إيه؟ ساعتها يامي بتقول لها عادي إحنا كنا بنهزر. ونيني بقى بتقرب من هشيبة وبتمسك إيده وبتحطها بين المدافع، لكن بتضربه كاشي وبتطيره أول ما بتشوف كده. بعدها بيوصلوا أصحاب هشيبة وبيبقوا مش شايكين بقى على الآخر عشان يجذبوا انتباه البنات اللي موجودة. بعدها بيقعدوا كلهم وبيطلع صاحب هشيبة من الهدوم بتاعته عصيان كتير وبيقول لهم إن هم هيلعبوا لعبة اسمها لعبة الملك. وبيكتشف هنا هشيبة إنهم بيخططوا لشيء مع بعض عشان يعملوه. وبيطلب واحد من أصحاب هشيبة إن رقم 2 يضرب رقم 5 بالقلم، وعلى طول بتروح رانكو تضرب شيبة بالقلم لأنه هشيبة هو رقم 5 ورانكو هي رقم 2. وبيقع هشيبة على الأرض لأنه بيبقى قلم قوي جدا. وبتتضايق يامي وبتقول لرانكو اهدي على نفسك شوية، هو في ايه؟ انت بتعاركي معاه ولا بتلعبي؟ بعدها بيلعبوا مرة تانية وبيسحبوا العصيان عشان يشوفوا مين الملك اللي هيقرر. والمرة دي بتبقى الملك هي يامي، وبتطلب يامي من رقم 1 انه يقلد الأطفال، وبتطلع رقم 1 هي كاشي وبتقوم فعلا وبتقلد الأطفال. بعدها بيلعبوا الجولة اللي بعديها وبتبقى كاشي هي الملك وبتطلب من نيني ان هي تعمل قعدة مثيرة، وبتعمل فعلا قعدة مثيرة وبينبهروا الشباب أول ما بيشوفوا كده. بيبقى هشيبة مش قادر يمسك نفسه. بعد كده بياخد صاحب هشيبة العيدان وبيوري هشيبة مسكة العيدان ازاي وبيقول له أنا هخليك انت ويامي تعملوا حاجة محرجة. فبيتفاجئ هشيبة أول ما بيسمع كده وبعدها بيبقى صاحب هشيبة فعلا هو الملك. بعدها بيقوم يقف وبيطلب من يوكانا إن هي تدي قبلة لهشيبة. طبعا بيتصدموا كلهم أول ما بيسمعوا كده، وبيطلب طلب كمان إن رقم 3 يقبل رقم 2. ساعتها هشيبة بيبقى عامل مقلب فيهم وحاطط رقم 3 و2 يبقوا صحابه، وهنا هتبقى المصيبة إن هم هيقبلوا بعض. وبيمسك كل واحد صاحبه وبيبقى المفروض إن هو يقبله. بس فعلا إن هم هيقدروا يعملوا كده ولا كلام بس؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.